شُيعت جنازة اللاعب الدولي المغربي السابق عبد العزيز برادة في مسقط رأسه بدوار أيت عبد الله، جماعة الخميس دادس إقليم تانغير، صباح اليوم الأربعاء، بعد وفاته في منزله بفرنسا إثر سكتة قلبية. وحضر مراسم التشييع عامل إقليم تانغير وعدد كبير وغفير من المواطنين وأقارب الراحل، حيث أقيمت صلاة الجنازة وسط أجواء مهيبة. وكان عبد العزيز برادة قد توفي يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عاما في منزله بمدينة رومانفيليه بفرنسا، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ما شكل صدمة كبيرة لعائلته وأصدقائه والجماهير الكروية المغربية والعربية، حيث كان معروف اللاعب بأخلاقه الحميدة وأعماله الخيرية. وأعرب عبد العزيز برادة قبل وفاته بيوم عن شعوره بعدم الراحة الصحية لوالدته، وهو ما أثار قلق أسرته، قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ بعد ذلك خلال قيلولة قصيرة، ممن زاد من عمق الفاجعة. وتوالت ردود الفعل من أصدقاء اللاعب وزملائه، حيث تلقى أفراد عائلته اتصالات تعزية مواساة من فوزي لإقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعدد من اللاعبين المغاربة، كما شهد منزله توافد أبناء الجالية المغربية، خاصة من إقليم تنغير، لتقديم التعازي ومواساة أسرته في هذا المصاب الجلل.